انا الشعب المغربي بصراحه يعني مش هقول لك احنا مش هنحسدهم لان احنا فرحانين زينا زيهم، لان احنا بنعتبر اي شعب عربي شقيق احنا بنفرح له. بس فعلا فعلا هم يجب ان يكونوا فخورين بالحقبه اللي هم فيها. هو ده الشغل، ناس بتخطط لقدام وناس بتفكر في بلدها وبتفكر ازاي تفيد بلدها. احنا مين عمل معانا كده؟ انت رحت عملت مشروع الهدف وتوقف سنين وعليه فلوس لاجهزه معينه، والفيفا بعتت لك فلوس ما استغلتهاش في المكان الصح. احنا بنعمل كل حاجه غلط. لا احنا مش اقل من الناس دي، احنا عندنا لعيبه كويسه بس لازم نسيب لعيبتنا تطلع. شوف كل اللي احنا بنتكلم عليه ده على مستوى اللعيبه، احنا ناسين خالص ان هم على الجانب الاخر بيستثمروا في المدربين. طبعا. انت عندك مدير فني منتخب المغرب الاول وليد الركراكي، حاجه و40 سنه. احنا عندنا بنقول على كابتن حسام حسن مدير فني شاب، وهو خلاص داخل على 60. طارق السكتاوي مدير فني منتخب المغرب الاولمبي. فانت ده مواليد 77 كلهم، يعني بتتكلم في 47 سنه. كلهم تم اعدادهم وتم دعمهم. ده خلي بالك، مش الدعم ان انا اديك وظيفه، الدعم ان انا اعلمك كويس. بص وليد الركراجي خد الاي لايسنس، بعد كده ادوا له البرو لايسنس، وبعد كده مسكوه فرقه. الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل القواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام ما بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت بتحس ان الفرق مش كبير قوي وتقدر تتغلب عليه لو عندك جوده في الكوتشنج تقدر تعوض؟ وهنا بتكلم على كيروش لما كان موجود وعلى ميكالي دلوقتي. ميكالي لا انا ما اروحش لفكره جوده الكوتش. ماشي. انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير. حلو. واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده اللي هي الناشئين. فهنا الجاب بيوسع، عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6. كل حاجه في كره وارده، لكن حلو. انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده. لكن على المستوى الصغير لا، احنا شغالين غلط. وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي هتعديك في حته ثانيه خالص ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير. وقلنا الكلام ده على اتحاد الكوره، حتى مهندس هاني ابو ريده بالقايمه طبعا مبروك، خلاص هم نجحوا بالتزكيه بس، وكل التوفيق. بس في حاجه كمان انا بشوف ان لازم يتحط بند ده حتى سيادي، حتى ده يبقى من الدوله. فكره ان اي لعيب يجي له عرض احتراف وهو تحت ال 18 سنه لازم يروح وتتحسب برولز معينه. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القايمه الكبيره لعيب زياده، ادي واحد. اتنين، انه اي رجوع للعيب ده من اي حته في العالم الاولويه لناديه، عشان ما اعملش موضوع كوبري. يعني طلع من الاتحاد السكندري بيرجع للاتحاد السكندري، طلع من زد يرجع زد، وهكذا. احط لك اعاده البيع، اعاده مبلغ لاعاده او نسبه اعاده البيع. المهم ان انا احط 3 4 5 قواعد تخليك تطلع اللعيبه دي بره. لكن مش ممكن ممتاز. من ايامنا احنا يا محمودي، من ايامنا احنا، انا جالي عرض احتراف في نادي في هولندا انا وهادي خشبه، وكنا الكلام ده سنه 92 93 مع مستر راوتر في هولندا. من كام سنه ده؟ من 30 سنه. الله يرحمه كابتن صالح سليم قال لهم المغرب ما عادش تتقارنوا بالعرب وبالافريق على خاطر فات باليه معناتها، سورتو بعد وصولوا للدومي فينال. ما هزش كاس افريقيا. اي ما هزش تو يهز معناتها، تحس حتى كي مع شكون خسر. لا تو اسمه يهز، تو اسمه يهز. لا ما يهزش، فشل معناها في البلاد. تو نحكي لك تو معناتها كمل اللاعبيه واللي حب عليهم الكل جابوهم، بدياز بالكعبي بالرحيمي بزياش. الحقيقه معناتها صغار طالعين بعد الاولمبيك، صحيح صغار طالعين الاولمبيك. دونك كي تفرج انت الماتش الاخراني تحس معناتها ايكيب نتاع الاوروب، تحس معناتها ايكيب فافوريت على الافريق وعلى العرب الكل. معناتها حتى الاسامي تفجع، سوتو لين داتاك كي تسمع زياش انت معناتها ودياز ورحيمي والكعبي منا ونسيري معناتها امباتابل وخماش امباتابل. صغار يطلعوا سيرتو المدرب عنده
لازم تعرف تكون تجيب انا في بعض الملاحظات على المنتخب المغربي، وانا نتبع في الكوره عندي توا سنوات. ديما المنتخب المغربي تلقى عنده فرديات ممتازه جدا. صحيح. جيل 86 كاس العالم هذيك نتاع كريمو ومتاع خايري ومتاع تيمومي باقي المجموعه، والدرس اللي عملوه في البرتغال ومونديال ناجح بكل امتياز. على المستوى الافريقي ما تلقاش. وي. المنتخب المغربي جيل التسعينات، المنتخب المغربي 2004 اللي كان يتفوق علينا في الفرديات نتاعو ولكن ربحناه. المنتخب المغربي شنو اللي غيروا توا؟ حتى جيل التسعينات زاد راهو مهم جدا. مع هذايا فسخوا الجيل هذايا، فسخ جيل التسعينات، راهو تلقى فيه نور الدين النايبت، الحاجي، صلاح الدين بصير الركراكي بيدو، القرقوري. ديما عندهم ملاعبيه كبار المغرب، ديما عندهم الحاجه اللي عقب عليها تعدى عليها ولكن مهمه انه المنتخب المغربي انا